واش عندك دار أرض ولا بقعة في المغرب ومازال ما محفظاش؟ واسمعني مزيان، لأن اللي غادي نقوله اليوم ممكن يغير مصير العقار ديالك كامل. كاين قرار كبير وغادي يدخل لحيز التنفيذ بين 2026، واللي ما يواكبوش غادي يندم وبالثمن غالي. السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من القناة عقارات المغرب. موضوع اليوم ماشي عادي، لأنه كيمس كل مغربي عنده عقار، سواء كانت عندك شهادة ملكية أو ما يعرف بالملكية، أو حتى دار بنيتيها ولكن فيها مخالفة، زدتي طابق، خرجتي على البلان، أو ما طلبتيش رخصة تسوية. راك خاصك تركز مزيان في كل كلمة غادي نقولها اليوم. من 2025 و 2026 المغرب غادي في واحد الاتجاه واضح وصارم، نهاية عصر العقارات غير المحفظة. الشهادات القديمة ديال الملكية راه بدات كتفقد قيمتها القانونية، والدولة كتشدد الإجراءات باش كل عقار يكون عنده الرسم العقاري، يعني التيتر. هاد التغييرات ماشي بسيطة، لأن العقار اللي ما محفظش غادي تحول تدريجيا لرأس مال ميت، لا تقدر تبيعه بسهولة ولا ترهنه ولا حتى تورثو بلا مشاكل. في هذا الفيديو غادي نغوصو معاكم خطوة بخطوة، ماشي غير في الكلام ولكن في الفهم والتطبيق الواقعي. أولا غادي نشرحو شنو هو التحفيظ العقاري، وعلاش اليوم ولا ضرورة ماشي اختيار. ثانيا كيفاش تحفظ بقعة شريتها من أرض كبيرة محفظة، وشنو معنى الإفراز. ثالثا وهو الأخطر، كيفاش تسوي وضعية البناء المخالف ديالك، وشنو كاين في القانون 66/12 والمرسوم ديال رخصة التسوية اللي انتهت صلاحيتها في ماي 2025 واللي بزاف ما عارفينش التفاصيل ديالها. رابعا غادي نهضروا على المشاكل بحال الشياع، ونقدموا نصائح ذهبية باش تحمي راسك من مافيا العقار ومن أخطاء بسيطة ممكن تضيعك كل شيء. هاد الفيديو ماشي مجرد محتوى، هذا دليل عملي لسنة 2026، وصدقني المعلومات اللي فيه كتساوي الذهب. دونك وجد ورقة والستيلو وركز معايا مزيان. وقبل ما نبداو في القسم القانوني والتقني، عندي طلب صغير منكم، فدعمكم هو الوقود ديالنا. فضلا وليس أمرا، هبط دابا وضغط على زر اشتراك وفعل الجرس باش توصلك كل حلقة جديدة، وما تنساش اللايك وبارطاجي الفيديو مع أي واحد كتعرفو عنده مشكل في التحفيظ أو في البناء، لأن الدال على الخير كفاعله. يلا نبداو. شنو هو أصلا التحفيظ العقاري؟ بكل بساطة هو العملية القانونية اللي كتحول العقار ديالك من مجرد ملكية برقة أو عقد عدلي إلى رسم عقاري رسمي ومضمون عند المحافظة العقارية برقم خاص ما يمكن يتبدلش. واحد من أخطر وأقوى المفاهيم اللي كيعرفها القانون العقاري في المغرب هو الرسم العقاري، ولكن القوة الحقيقية ديالو كتكمن في حاجة سميتها قاعدة التطهير. شنو كتعني هذه الكلمة اللي ظاهرها بسيطة ولكن تأثيرها ضخم؟ بكل وضوح، منين كيتأسس الرسم العقاري كيمسح الماضي ديال العقار كامل، بحال واحد الصفحة القديمة كتطوى وتفتح صفحة بيضة جديدة. أي نزاع، أي دين، أي حق ما كانش مسجل كيتحيد نهائيا. العقار كيتولد من جديد، نقي، محمي ونهائي، وما كيبقاش قابل للطعن. هنا كتجي القوة ديال الظهير الشريف ديال 1913 والقانون 1407 اللي هو العمود الفقري ديال نظام التحفيظ العقاري في المغرب. دابا غادي تقول أنا عندي شهادة ملكية، واش ما كافياش؟ الجواب بكل صراحة لا، ما بقاتش كافية. والسبب؟ العالم تبدل والقوانين تبدلات والدولة غادية في مسار جديد. من سنة 2026 التحفيظ العقاري ما بقاش اختيار، راه إجباري. الدولة عن طريق وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ANCFCC حطت هدف واضح: نهاية عهد العقارات غير المحفظة. كاين برامج ضخمة ديال التحفيظ الجماعي المجاني في بزاف المناطق، وفي نفس الوقت كاين تشديد على الناس اللي باقي ما عندهمش التيتر. وعلاش أصلا ضروري التحفيظ؟ عندك 3 أسباب قوية. أولا، القيمة الاقتصادية. البنك عمرها تعطيك قرض ولا رهن على عقار ما عندوش تيتر، والمستثمر الجاد عمرو يشري أرض أو دار بشهادة ملكية. يعني العقار غير المحافظ كيبقى راس مال مجمد ما تقدر دير به والو.
ثانياً، الحماية من النصب والاحتيال. كم من واحد السيد بسبب عقود عرفية أو وكالة مزورة أو نزاعات على نفس الأرض. الرسم العقاري كيعطيك القوة الثبوتية أمام القانون، بمعنى اللي مسجل في التيتر هو الملك الحقيقي بلا نقاش. ثالثاً، الأمان والاستقرار. التحفيظ ولا اليوم الضمانة الوحيدة اللي تحمي أموالك وعقارك من أي خطر مستقبلي. باش نفهمك أكتر، ناخذ مثال بسيط. تصور عندك أرض كبيرة، مثلا 5 هكتارات، وعندك التيتر ديالها. جيتي وبعتي منها بقعة صغيرة 300 متر مربع. المشتري كيظن أنه ولا مالك، ولكن في الحقيقة لا، لأن الجزء اللي شراه باقي داخل في الرسم العقاري الكبير وما عندوش تيتر خاص به. باش يخرج راسو ويولي عنده ملك مستقل، خصو يدير عملية سميتها الإفراز أو التقسيم. وأول خطوة في هذا المسار هي تمشي عند مهندس توبوغرافي محلف، هو اللي كيقيس البقعة بدقة، كيرسم الحدود والإحداثيات، وكيصوب ملف تقني رسمي باش يتسجل في المحافظة العقارية. من بعد ما كيدير المهندس الطوبوغرافي التصميم ديال الإفراز، كندوزو لمرحلة حساسة بزاف اللي كيتوقف عليها كلشي: الموافقة القبلية. هاد التصميم ما كيتقبلش مباشرة، خاصو يدوز من مجموعة ديال المصالح التقنية. أولا كيتقدم للجماعة، ومن بعد الوكالة الحضرية إذا كان القانون كيفرضها، وأحيانا حتى الوقاية المدنية كتدخل على الخط، خصوصا في المناطق اللي فيها شروط السلامة أو ممرات خاصة. هادو كاملين كيشوفوا واش التقسيم اللي درتيه مطابق قوانين التعمير، واش عندك واجهة كافية، واش خليتي مساحة للشارع، واش احترمتي النسبة المسموح بها للبناء. كل تفصيل محسوب، وكل خط في التصميم عنده معنى. منين كيتوافقوا عليه، الجماعة كتسلمك وثيقة رسمية مهمة بزاف سميتها شهادة تقسيم أو رخصة الإفراز، وهي اللي كتفتح ليك الباب تمشي للمحافظة العقارية. دابا كنمشيو للمرحلة الرابعة: ملف المحافظة. كتجمع فيه كل الوثائق: عقد الشراء، شهادة تقسيم، الملف التقني ديال المهندس الطوبوغرافي، وطلب التحفيظ. كتمشي بهم عند المحافظ العقاري، وكيبدا المسار الإداري ديالك رسميا. المرحلة الخامسة هي اللي كتفرق بين العقار الورقي والعقار الحقيقي: الرسم العقاري الجديد. المحافظ كيدير تقييد تعديلي في التيتر الأصلي الكبير، وكيخلق رسم عقاري مستقل خاص بيك، عنده رقم جديد وهوية قانونية منفصلة. من هاد اللحظة كتولي المالك الرسمي في القانون وفي الواقع. لكن هنا كاينه نقطة حساسة بزاف كيغلطوا فيها الآلاف. كاينين الناس كيشريو أرض محفظة وكيحسبوا راسهم مالكين، ولكن ما كيديروش تحيين ميزاجور، يعني ما كيسجلوش العقد ديالهم في المحافظة. والنتيجة، الأرض كيبقى اسمها القانوني باسم البائع القديم، ويقدر يبيعها مرة أخرى أو حتى يتحج عليها بسبب ديونه. كارثة قانونية كتوقع غير بسبب الإهمال. دونك ركز مزيان، منين تشري دير التحيين فورا. دابا نجيو لأكبر مشكل اللي كيعاني منه المغاربة: مخالفات البناء. كتلقى الواحد عنده بقعة محفظة، ولكن فاش بنا زاد طابق بلا رخصة، ولا خرج على تصنيم، ولا بدل الواجهة. وكاين اللي بنا من الأساس بلا رخصة نهائيا. زمان كانت العقوبات بسيطة أو حتى كدوز بالسكوت، لكن دابا مع القانون 66.12 ديال مراقبة وزجر المخالفات في التعمير، الأمور تبدلات جذريا. الغرامات ولات ثقيلة بزاف، كتوصل حتى الملايين السنتيمات. وفوق من هادشي كاينة عقوبات الحبس والهدم. يعني المخالفة ما بقاتش مسألة بسيطة، ولات خطر حقيقي على ملكك. وغادي تسولني: واش كاين شي حل؟ واش نقدر نسوي الوضعية ديال داري ونحفظها؟ للأسف الجواب هو لا. الدولة كانت عارفة أن ملايين المغاربة داروا مخالفات، وعطاتهم فرصة أخيرة عبر ما سمي برخصة التسوية الاستثنائية، ولكن المدة ديالها سالات في ماي 2025. هذه الرخصة ما جاتش صدفة، ولكن بتنظيم دقيق في المرسوم رقم 2.23/103 الصادر في ماي 2023، واللي كان كيعطي فرصة محدودة للناس باش يسويوا وضعيتهم القانونية، بشرط أنهم يحققوا الشروط اللي نص عليها المرسوم. وأول شرط أساسي هو نوع البناية، بمعنى واش هي بناية تبنات بلا رخصة ولا فيها مخالفات جزئية للرخصة الأصلية. باش تستافد من رخصة التسوية، ماشي أي بناية كتدخل في الإطار. الدولة ما كانتش غادية تعطي الشرعية لأي بناء عشوائي، بل حطات شروط صارمة وواضحة.
أول شرط يكون البناء مكمل فعلا، يعني ماشي ورش مازال خدام ولا عمارة في النص. خصها تكون بناية قائمة، سكنات أو صالحة للسكن، ماشي في مرحلة الصباغة ولا الحديد. تاني شرط السلامة، البناية خصها تكون مستقرة، ما تشكل حتى خطر لا على الناس ولا على الجيران. وهذه المسؤولية كيتكلف بها المهندس المعماري اللي غادي يدير الملف التقني، هو اللي خاصو يثبت بتقرير رسمي أن البناية صالحة، ما فيها خطر الانهيار ومبنية بمعايير السلامة. ثالث شرط ما تكونش مخالفة صارخة، بمعنى ما تكونش البناية في واحد البلاصة ممنوع فيها البناء أصلا، منطقة خضراء، موقع أثري، ملك عمومي. هاد المناطق خط أحمر، ما كاين لا تسوية ولا تبرير. طيب، إلا توفرت فيك هاد الشروط، شنو كانت المسطرة ديال التسوية؟ الخطوة الأولى، المهندس المعماري هو البداية والنهاية ديال المسار. كيدير لك ملف تقني متكامل فيه تصميم تعديلي كيبين الوضعية الحقيقية للبناء، زائد شهادة السلامة اللي كتأكد أن البناية صالحة وما فيها خطر. الخطوة الثانية، تقديم الطلب. كتدفع الملف كامل، الطلب زائد الوثائق التقنية عند الجماعة المحلية اللي تابع ليها العقار. الخطوة الثالثة، اللجنة التقنية. منين كيتوصلوا بالملف كيدوز على لجنة خاصة فيها ممثلين من الجماعة، الوكالة الحضرية والعمالة. كيجتمعوا ويدرسوا كل حالة على حدة، وما كاينش قرارات آلية، كل حاجة كيتفحصوها بتفصيم. القرار ديال اللجنة عنده جوج احتمالات لا ثالث لهما، يا إما الموافقة إذا لقاو أن البناية كتحترم الشروط كيعطيوك رخصة تسوية ومبروك عليك. من هذيك اللحظة البناية ديالك كتولي قانونية 100%. يا إما الرفض، بحال إلا كانت المخالفة خطيرة بزاف، بحال واحد بلا فوق طريق أو على منطقة ممنوع فيها البناء، ساعتها الطلب كيترفض وكيولي العقار مهدد بالهدم أو بالغرامات الثقيلة. وهنا خاصنا نوضحوا واحد المسألة اللي بزاف ديال الناس فاهمينها غلط. رخصة التسوية ماشي عفو عام، ما كتعفيكش من المسؤولية، بالعكس كتخلص عليها غرامات ورسوم، ولكن في المقابل كتحصل على السلام العقاري، يعني البناية ديالك كتولي قانونية وما تبقاش مهددة مستقبلا. منين كتاخد رخصة تسوية وشهادة المطابقة لو سيرتيفيكا دو كونفورميتي، كتولي عندك وثائق رسمية تثبت أن العقار ديالك منظم وقانوني. ساعتها تقدر تمشي للمحافظة العقارية ودير مطلب تحفيظ جديد إلا كانت الأرض ما محفظاش، ولا تقييد تعديلي إلا كانت محفظة وزدتي فيها بناء. وبهذه الخطوة كتكون ضربتي جوج عصافير بحجرة واحدة، سويتي وضعية البناء ديالك من جهة وحصنتي العقار ديالك قانونيا من جهة أخرى. ولكن للأسف هذا الباب تسد نهائيا في ماي 2025، والمشكل الكبير هو أن الآلاف من الناس ما عارفينش أصلا أن هذه الفرصة كانت مفتوحة، واليوم كيبقاو في وضعية رمادية، لا هم قانونيين ولا عندهم حل في الأفق. تخيل معايا عندك دار بنيتيها بشوية ديال المخالفة وقلتي مع راسك ماشي مشكل، نسوي الوضع فاش يكون الوقت. ولكن دابا جا الوقت وفعلا فوتي الأجل اللي كان محدد في ماي 2025 وبغيتي دير تحفيظ عقاري تيتر. وهنا كتكتشف الصدمة الكبيرة. باش المحافظ العقاري قبل منك الطلب خاصك ملف تقني وشهادة المطابقة أو رخصة الساكن، وهذه الوثيقة كتثبت أن البناية قانونية ومطابقة للتصميم. لكن المشكل بما أن دارك فيها مخالفة، فبطبيعة الحال ما عندكش لا شهادة المطابقة ولا رخصة السكن. والأسوأ الباب ديال التسوية اللي كان كيفتحوا المرسوم 2.23 تسد نهائيا. يعني باختصار ما بقى لا تسوية ولا تصحيح، والنتيجة بلوكاج كامل. ما تقدرش تسوي الوضعية لأن الأجل فات، وما تقدرش تحفظ العقار لأن التحفيظ مرتبط بالتسوية. واللي كيوقع هو أنك كتولي عندك بناية كتسوى الملايين ولكن قانونيا ما عندها حتى وجود. ما تقدر لا تبيعها رسميا، لا تورثها بسهولة، لا تاخد عليها قرض بنكي، وكتبقى رأس مال ميت مهدد في كل لحظة بالهدم أو بالغرامات. وهنا كيبان المعنى الحقيقي ديال فات الفوت ما ينفع السوت. واش هذا يعني الباب تسد نهائيا؟ الحقيقة الباب الكبير فعلا تسد، ولكن القانون باقي فيه نوافذ صغيرة مفتوحة بصعوبة. المشكل الثاني النصب باستعمال الوكالات المزورة.
هاد المشكل كان كارثة في المغرب. كاين نصابين كيديروا وكالات مزورة كيمشيو بها المحافظة وكيبيعوا العقار للناس ما عارفينش والو، والضحايا كيتسماو غير حسن النية. المالك الحقيقي كيتبخر حقه. لكن الدولة دابا ضربات الحديد بالحديد، فرضات أن أي بيع أو شراء خاص يكون عبر موثق أو عدل، قانون 3908. دارت السجل الوطني الإلكتروني للوكالات، واللي من خلاله المحافظة كتحقق واش الوكالة صحيحة ومسجلة فعلا قبل أي تقييد. النتيجة، مافيا الوكالات المزورة تاخدات ضربة قاضية. نصيحتي لكم، ما تشريوش نهائيا بوثيقة عرفية أو بوكالة مشكوك فيها، وسيروا بأنفسكم للمحافظة باش تسجلوا أو تحدثوا التقييد فورا. خدموا فقط مع مهنيين معروفين، موثق، عدل، مهندس، باش تنعسوا مرتاحين. خلاصة الكلام أخوتي وخوتاتي، عالم العقار في المغرب كيتحول بسرعة. شهادات الملكية التقليدية ولات على وشك الانقراض، والمستقبل كله للرسم العقاري، التيتر المحصن. الدولة كانت معطية فرصة ذهبية في 2023 من خلال مرسوم تسوية البنايات، باش الناس اللي عندهم مخالفات يصحوا الوضع ديالهم، ولكن بزاف ضيعوها. واللي ما سواش وضعيته اليوم كيلقى راسو قدام قانون 6612 اللي صارم بزاف، وعقار مجمد ما كيسوى والو. تكلمنا اليوم على التحفيظ، الإفراز، تسوية المخالفات، الشياع والحماية من النصبي. ودابا الدور عليكم، شنو هو المشكل العقاري اللي عندكم؟ واش مريتوا من تجربة مع رخصة التسوية أو التحفيظ؟ شاركوني في التعليقات، لأنني كنقرأ كل تعليق وغادي نجاوب على الأسئلة المهمة في فيديوهات جاية. ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك وتشاركوا الفيديو مع أي واحد محتاج هذه المعلومات. شكرا بزاف على وقتكم، ونلقاوكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.